السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا وحشني جدا، وزي ما وعدتكم ان شاء الله باذن الله نعمل طبخات جميله جدا جدا على الطبخه الطيبه ان شاء الله باذن الله. والنهارده قلت اعمل لكم حاجه جميله جدا، وشويه نغير شويه من مود الطبيخ والحاجات اللي احنا عملناها في رمضان الجميله. فقلت نعمل الشاورما بس بطريقه جميله جدا جدا جدا، واللحمه هتطلع دايبه فيها ان شاء الله باذن الله. مكوناتنا بسيطه جدا واكيد موجوده في كل بيت، واللي مش موجود نجيب حاجات بسيطه ان شاء الله باذن الله، ونعمل مع بعضنا احلى شاورما باذن الله. تعالوا معانا بقى نشوف المكونات ايه، ومع بعض نعمل وننجز، علشان طبعا انا بعملها قبل الفطار بحوالي نص ساعه عشان ما بتاخدش وقت نهائي. فاهميني؟ الفكره كلها ان لو هتعملوا الخلطه ديت لازم تعملوها من بالليل، علشان خاطر بس تحاول اللحمه تشرب من الخلطه. لكن هي لما تيجي تعملوها ما بتاخدش وقت نهائي، يعني على طول بتنجز معاكم وما بتاخدش اكتر من تقريبا يعني من 10 دقايق ربع ساعه باذن الله. خليكم معايا عشان نشوف الطريقه ونشوف المكونات ان شاء الله. حبايب قلبي، رجعنا تاني. طبعا احنا ما عندنا اللحمه زي ما تشوفوا كده، دي هنستخدمها للشاورما. طبعا دي لحمه ستيك، خليت الراجل قطعها لي رفيع كده زي ما انتم شايفين. دي كويسه علشان خاطر تقدر تنجز معانا وتطلع جوسي وجميله. فهنقطعها كده بالمنظر ده. عايزين تقطعوها اكبر مفيش اي مشاكل، عايزين تقطعوها كده كده رفيعه، فان شاء الله مش هتاخد ايه سوا معانا يعني. هنقطع كل الكميه بالمنظر ده. الحته اللي تلاقوها تخينه شويه ترفعوا القطعه بتاعتها، فاهميني؟ يعني تخلوها مثلا كده عشان برضو ايه ما تاخدش سوا منكم، تبقى بالمنظر ده. طبعا زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي قطعتها كده اهو بالكميه دي. الكميه دي طلعت معانا هو كيلو تقريبا من البفتيك. تقطعوا من البفتيك او تقطعوها من الستيك. والقطعيه ديت لازم تبقى القطعيه دي رفيعه كده، تمام. هنبتدي بقى نعمل الخلطه الجباره بتاعتها. ننضف بس الدنيا حوالينا كده ونرص الدنيا. دي طبعا لازم تتصبن كويس جدا يا جماعه علشان خاطر نقل البكتيريا بتاعه اللحمه. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي جبنا بوله كده اهو بالمنظر دوت، وهنبتدي نحط زيت زيتون. نحط مثلا قد مثلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حوالي نص كوبايه زيت زيتون. انتم شايفين كده، بس اهم حاجه زيت زيتون يكون كويس جدا. ده جاي لي من فلسطين من السنه اللي فاتت، فتمام يعني ان شاء الله باذن الله بكر وزي الفل ان شاء الله. كده تقريبا بس كده. حط بقى التوابل اللي انا هقول لكم عليها ديت. طبعا اللي عنده يحاول يحطها مظبوطه، اللي ما عندوش يعني يحاول على قد ما يقدر يجيبها، لان الطعم هيفرق جدا 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 يا جماعه. ما عندنا هنا ده بصل بودر، توم بودر. ده هنحط حوالي معلقه صغيره، هم يا دوبك معلقه. وهنحط بصل بودر معلقه برضو كده اهو. هنحط رشه قرفه كده واحده واحده مع بعضنا ان شاء الله. كركم برضو، رشه كركم طبعا يفرق جدا جدا جدا. الكركم مهم جدا جدا يا جماعه. طيب هنحط برضو رشه جوز الطيب، رشه خفيفه جدا. طبعا عندي ديت الاخرام بتاعتها رقيقه جدا فبتبقى صعبه. وهنحط كمان معلقه او نص معلقه كمون اهو، تمام. وهنحط فلفل اسمر
برضو رشة فلفل اسمر، يعني قد ربع معلقة كده. تمام. هنحط لازم البابريكا طبعا، بتدي برضو شكل حلو وطعم حلو. نحط برضو نص معلقة. تمام. وهنحط عصرة ليمون، بس قبل ما نحط عصرة الليمون لازم محتاجين احنا مية بصلاية زي ما انتم شايفين كده. هضربها واصفيها وارجع لكم، خليكم معايا. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، عصرنا بصلاية. طبعا التفل ده مش هنرميه، هنحتاج ونعمل بيه كفته، نعمل بيه اي حاجه، يعني اي حاجه عندكم. ده مش هيترمي، ده طبعا هفرزه واحطه في الفريزر لغايه ما اعمل بيه حاجه تانية. ممكن اعمل بيه كفته، ممكن اعمل بيه اي حاجه، اي شيء. وادي عصره البصلايه هنحطها هنا زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا كان نفسي في بصل احمر بس للاسف ما كانش عندي. شايفين كده. نبتدي نقلب، بعد كده نعصر الليمونه. بصوا يا جماعه الخلطه دي جباره جباره، بمعنى جباره. بص هتنقل لكم الشاورما في حته تانيه خالص. مش عايزه تثبت، نثبتها كده. نعصر عصره الليمونه. شايفين المنظر؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. اخر حاجه نحط رشه ملح. تمام، رشه ملح، رشه خفيفه. نقلبها كويس جدا. نبتدي نحط اللحمه عليها. نقلب بقى كل المكونات دي ببعضها. عايزين تعملوا الخلطه ديت وتسيبوها قبل طبعا المنظر مش باين قوي، لكن ده المنظر فظيع فظيع يا جماعه، فظيع. عايزين تعملوا الخلطه ديت وتسيبوها قبلها بيوم، والله جميل. عايزين تعملوا الخلطه ديت وقبلها ب3 ساعات، برضو مفيش مشاكل، بس لازم تسيبوها مش اقل من ساعتين، مش اقل من ساعتين في التلاجة عشان خاطر تشرب كل الايه الخلطه دي. بس كده زي ما انتم شايفين كده قلبناها حلو. هنسيبها في التلاجة تمام لحد، طبعا انا مش هسيبها في التلاجة، انا هعملها على طول. لكن انا بقول لكم انتوا المفروض انتوا تسيبوها في التلاجة. لما تسيبوها في التلاجة تشرب الخلطه، وهتبصوا الانسجه نفسها بتاعه اللحمه هتدوب دوب. طيب هنسيبها في التلاجة وارجع لكم بعد شويه عشان نبتدي نعمل الحاجات اللي بعد كده والمكونات اللي بعد كده. خليكم معانا. رجعت لكم تاني. طبعا هنقطع بصلتين زي ما انتم شايفين كده، هنقطع جوليان او هلال. نشيل الحته ديت مش محتاجينها، الحته دي برضك محتاجينها كده، دي ما فيهاش. هقطع بقى جوليان كده اهو. قطع رفيع.
شايفين كده اهو، فككوا من بعضه اهو كده. لازم نفكك كده من بعضه. فككوا برضو عشان لو في حته تخينه نقطعها، يعني مثلا دي طلعت تخينه شويه جايبينها كده برضو هنا كده، نفكك برضو من بعدين كده طلعت كده ولا كده اهي بالشكل ده. انا بوريكم خطوه خطوه اهو عشان نبقى مع بعضنا تمام ونعملها مظبوط. كده نفس الكلام كده كله، دي تخينه شويه برضو كله يتفكك كده زي ما اتفقنا. اي واحده نلاقيها تخينه شويه نقطعها، لان انا محتاجه يكون رفيع يعني في نفس سمكه او نفس حجم اللحمه اللي احنا قطعناها. خلاص كده البصلتين نجيب 4 طماطميات زي ما انتم شايفين كده برضو هنقطعها، بس هنقطعها مش جوليان، لا هنقطعها قطع صغيره جدا. شيلي العجوله دي كده زي ما شايفين شكلها كده. ومعانا يا حبايب قلبي حوالي نص حزمه من البقدونس، دي برضو بتدي نكهه حلوه جدا جدا وبتحول الشاورما بتاعتنا لمكان تاني خالص. يعني هنقطعها رفيع جدا زي ما انتوا شايفين كده. تحسي ان هي كبرت شويه معاكي تدخليها ايه تتهرس مع التانيين. ورجعنا تاني نعمل بقى، هنبتدي نعمل الشاورما بتاعتنا. طبعا اهي قعدت فتره في التلاجة شويه، طبعا انا ما قعدتهاش طبعا الفتره اللي انا نفسي اقعدها فيها، بس مش مشكله انتوا اعملوا كده، لكن انا عشان للاسف الوقت خلاص اذن بيا. احط رشه زيت زيتون براحتكم، يعني اي ماده دهنيه عندكم كده. هنبتدي نحط اللحمه، لازم تبقى الطاسه سخنه جدا. او ليش تقلبوا عشان مش عايزين نفقد الميه اللي فيها. نحط شويه شويه عشان برضو عايزاها تاخد برضو لون ذهبي كده زي اللي بتبقى في المحلات، لان احنا ما عندناش، احنا الوضع ما يسمعش وما عندناش الامكانيات بتاعتهم.
تغير من تحت نقلبها تاخد برضه لون من الناحيه الثانيه. نحاول قد ما نقدر ما نحطلهاش السوائل اللي موجوده علشان خاطر مش عايزاها تميل معايا، ولا عايزاها تبقى متماسكه. نقلبها كده شايفين ما بتاخدش سوا خالص. في حاجه مهمه نسيت احطها وهحطها معاكم دلوقتي عشان خاطر تبقوا عارفين انا حطيت ايه. نحط معلقه سكر، لازم يا جماعه معلقه من السكر كده. طبعا نحطها في الخلطه. هنسيبها شويه لغايه ما الميه اللي فيها ديت تنشف خالص، نشوف هنعمل ايه بعد كده. زي ما انتم شايفين هنعمل طبعا الطحينه، والطحينه بتاعتي يا جماعه انتوا عارفين ان ابراهيم وولادي بيحبوها جدا. زي ما انتم شايفين كده حطيت حوالي ربع كوب من الطحينه. نحط عليه حبه فلفل اسمر رشه كده، تمام، ورشه برضو من الكمون بسيطه كده، ونقلبها. لو عايزين برضو رشه ملح، لازم الملح يا جماعه يتحط معاه عشان تقدروا تدوبوها. بس ندوب كده الاول لغايه ما اشوف. اجيب الملح احط رشه ملح كده بالمنظر ده، ونقلب. نبتدي نحط الميه دافيه يعني او سخنه، يعني حسب ما انتم حابين يعني، او المتاح عندكم. لو ميه من الكاتل مفيش مشاكل، ميه مثلا دافيه موجوده مفيش اي مشاكل، بس ما تبقاش ساقعه او ما تبقاش من حنفيه. نبتدي نقلب كده كويس جدا. لازم تضربوها كويس قوي عشان كل المكونات اللي فيها تتمزج مع الايه، مع التوابل اللي احنا حاطينها، وتتفكك الخواص بتاعتها عشان تدينا النتيجه الحلوه دي. شايفين شايفين عامله ازاي؟ وتدوقوها بقى مثلا بضرب لسانكم كده، عشان طبعا صايمين. لقيتيها محتاجه ملح شويه حطي، لكن بالنسبه للتوابل هي بس تاخد رشه ملح، رشه كمون ورشه فلفل اسمر، لا اكتر ولا اقل. اخر حاجه خالص بعد ما بنقلب كده ونشوف المزيج ده حلو قوي حلو قوي. اخر حاجه خالص هنحط الخل، نحط حوالي معلقتين خل. بصوا هيتعمل زي ده اهو، بتبتدي تتقل. بصوا مع التقليب بقى لازم تقعدوا تقلبوا. بصوا هي دي بقى ايه الطحينه الفظيعه بتاعتنا. وهنسيبها شويه طبعا، يا اما نحطها في التلاجة. طبعا هي ما بتبقاش كده، هتجمد تاني يعني، مش تبقى على الوضع ده يعني. هي كده تعتبر يعني شبه سايله، لكن هي مش سايله، هي هتبقى جامده طبعا. بتجمد مع الوقت، بتجمد. ليه بتجمد بقى؟ علشان طبعا الميه السخنه الاول بتفككها، بعد كده لما بتهدى خالص بيبتدي المكون اللي جواها اللي هو في ناس طبعا انا جايباها جاهزه يا جماعه، فين بيحطوا دقيق، وفاهمين ان الدقيق بيتخنها شويه. بصوا حلوه قوي السمكه بتاعتها دي جدا، لانها كده كده هتتخن. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، ادي الشاورما. بصوا خدت اللون اللي انا ايه
عايزاه طبعا اللي هو الاحمر ده، شايفينه؟ هو ده اللي انا بحبه، لاني انا محتاجاها تاخد نفس اللون اللي شويه بيبقى موجود عند بتوع الشاورما. ما عندناش طبعا الامكانيات بتاعتهم. هنحط ايه بقى؟ هنحط البصل عليها كده. طبعا احنا مش عايزين البصل يطرى، لا يا دوبك بس ايه، ياخد النكهه بس، مش اكتر من كده. هنحط برضه فلفل، ده اختياري، اللي حابب يحط، اللي مش حابب ما يحطش. تمام؟ يعني الفلفل ده اختياري. الريحه بقى يا جماعه مش عايزه اقول لكم. المنظر ده اول ما نحس ان هي اتقلبت هنحط الطماطم على طول. انا مش عايزه الطماطم تستوي ولا عايزه البصل يستوي. كده بالمنظر ده يا حبايب قلبي. ايوه كده. كده هنحط الطماطم. نحاول يا جماعه نصفي الطماطم من الميه خالص، احنا مش محتاجين اي مواد سائله في الاكله دي. كده كده بس كده. بس كده الشاورما بتاعتنا جهزت. يلا هغرف واقدم واوريكم الطعم ان شاء الله، واخلي ولادي يقولوا لكم الطعم عامل ازاي. طبعا اخر حاجه، شايفين الشاورما وجمالها يا جماعه؟ اخر حاجه هنحط طبعا البقدونس كده، نقلب. خراشي على الريحه يا جماعه، يا رب الطعم يبقى حلو كده ان شاء الله، تبقى جميله. وخلي ولادي هم اللي يقولوا لكم. طبعا انا ستي نرجسيه، بحب الناس تشكر في اكلي. بس كده نستنى ساعه المدفع وندوق ونقول لكم ان شاء الله. خليكم معانا. عايزه بقى اقول لكم، انا عايزه احط عليها حاجه حلوه قوي هتغير من النكهه دي. حته ليا انا مسيحاها عندي، هنحطها كده. بصوا هتديكوا نكهه تحفه جدا. ده السر، بس خليته في الاخر عشان انا عايزاها الريحه تطلع وانا عايزه اكل بقى كده، عشان انا هتجنن طبعا لو ما اكلتش، هيحصل لي حاجه بصراحه. بصوا المنظر يا جماعه، بصوا كمان الخضره والطماطم والبصل عاملين ايه، عاملين منظر. هندوق بقى، ونادي ابراهيم يدوق، ونادي ضحى تدوق، فارس برضو يدوق. يلا خليكم معانا. هنبتدي بقى نغرف هنا في السيرفيس. المنظر ده كده. ونعمل سندوتشات برضك اللي حابب، لاني ما لقيتش عندي كايزر. الجيش قال لك ايه، اتصرف. كده المنظر ده. نحط هنا، هنحط الطحينه وكل حاجه. بجيب بس معلقه حبه طحينه. المنظر ده. نجيب اللي وقع بس كده. نعمل كام واحده ونرجع لكم.
طيب اولادي بقى هيدوقوا وهيقولوا ايه رايهم في الشاورما، واللحمه فعلا استوت ولا لا. استوت بصراحه، انا دقتها جميله بجد. بس لازم الانطباع يبقى قدامكم. دوق يا ضحى. دوق احنا بقى. فيشها جامد علشان طبعا مفتوحه من الجنبين، ما لقيتش طبعا عندي كايزر. انا هدوق انا كمان، ما ده العيش بتاعي. نعم. كل واحد يدوق بطريقته. بسم الله. اعملوها يا جماعه مش تندموا. ايه ده؟ والله العظيم ما هات الشوكه تندموا. ده اللي جنبك. مش هتندموا مش هتندموا، اعملوها حاجه كده زي العسل. اللحمه دايبه. بصوا. نعم. صلى على النبي. نعم. بالله نورا نورا واو. نورا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ماشي. بس بيزقني من يزقني. تسلمي ايدك والله. يقينه. يقينه. نعم. نعم. شاء الله العسل. يا جماعه ايه ده يا جماعه؟ تعال. جنن حرفيا. جربوها. اللي يجربها يكتب في الكومنتات بعد ما اعملها. لا عجبتني. نعم. لا عجبتني يا حبايبي، لا عجبتني. وطالما حاجه عجبتني لازم تعملوها، عملنا عليكم اعملوها واكتبوا لي في الكومنتات هي اتعملت ازاي، بس لازم تشوحوها زي ما قلت لكم كده. طيب اهم حاجه تعملوا ايه عشان بقى نلحق ناكل. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. وفارس زمانه جاي طبعا، جاي من الشغل متاخر يا عيني، هيجي يلاقينا خلصناها. لا طيب في كتير. ايوه في. انا بهزر، لازم اهزر مع حبايبي. هتصلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام.